بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المشوي بطريقة سهلة وبسيطة خالص. زي ما انتم شايفين كده انا معايا سمك سفردي، ينفع اي نوع تاني انتوا بتفضلوه. شايفين انا هنضف السمك كله وارجع لكم تاني. انا كده نضفت السمك وشلت اللي فيه، بس انا سبت واحدة بس. تشوفوا انا بعمله ازاي، بشيل الدماغ كلها منه وبفتح البطن حته صغيره وبنضفه بالفرشه. صراحه الفرشه دي اختراع، تنظيف الفرشه ما بياخدش معاكي وقت، وكمان بينضفه من جوه وبيخليه انضف من الايد بكتير. احنا ما بنتحكمش في حتات كده، السمكه من جوه بيبقى فيها حتات سمراء، ما احنا ما بنتحكمش، الايد ما بتعرفش تطلع اللي فيها. فبصراحه الفرشه دي بتجيب اي آه، رواس اي حاجات يعني في السمكه من جوه، فضلات او اي حاجه الفرشه بتجيبها، احنا ما بنعرفش نجيبها بايدينا. جربوا الفرشة دي لو ما جربتوهاش. وكمان احنا بعد ما بنخلص غسيل السمك بنعقمها بشوية خل وعصرة ليمونة، وبسيبها شوية كده في كوباية في شوية خل وعصرة ليمونة 5 دقايق، وبعد كده بغسلها وبسيبها تتصفى وبستخدمها تاني مرة عادي، ما تخافوش يعني. شايفين بتغسل السمكة ازاي، بتنضفها بسرعة وما بتاخدش معانا وقت. انا هنا هغسل السمك كويس بليمون، وبعد كده هسيبه 10 دقايق في عصرة ليمون، وكمان معلقة خل وشوية ملح وشوية مية. يعني هسيبه 10 دقايق بس عشان لو كان لسه فيه اي شوية زفارة تروحوا، يبقى ريحته حلوة، عشان انتوا عارفين السمك بيبقى زفر شوية زيادة عن اللزوم. يلا مع بعض نعمل دجة السمك او تتبيلة السمك. هنا معايا راس توم كاملة، معايا ليمون، وكمان طماطم وفلفل وحزمة شبت، ربطة شبت كاملة يعني. معايا خل ومعايا ملح. لو مش عندكم كبة ممكن تعملوه في الخلاط، ولو ما فيش خلاط ممكن كمان في الهون اللي هو العادي يعني. هقطع الحاجات وارجع لكم تاني. انا هنا قطعت الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الثوم والفلفل والشبت، وحطيت عليهم معلقة من الملح، وكمان معلقة كزبرة ناشفة. شفتوا حصل ايه؟ بصوا، الحمد لله. هنفرمهم كويس، وبعد كده ايه نقطع الطماطم زي ما انتم شايفين قطع صغيره، وهنعصر عليها عصره ليمونه محترمه. انا معايا ليمونه كبيره محترمه عشان الليمون بيخلي ريحه السمك وطعمه احسن. شايفين انا هنا هنزل بالتتبيله او بدجه السمك على طول على الطماطم. اتمنى من حبايب قلبي اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه، ويفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يتفرجوا عليه. وما تنسوش اللايك. هحط معلقه خل كبيره، رشة محترمة كده يعني، عشان طبعا الخل بيخلي ريحته حلوة وطعمه حلو. كمان بيحوش اي زفارة، لو لسه سمك فيه اي زفارة بيخلي ريحته حلوة. انا هنا طبعا غسلت السمك كويس زي ما انا قلت لكم، وحطيت ربع ساعة او 10 دقايق في شوية مية، وحطيت عليها خل، وحطيت عليها ليمون، وحطيت عليها شوية ملح. هحشي السمكة، هحشيها املاها كويس كده زي ما انتم شايفين. احط واحدة، احطهم عكس بعض يعني عشان ما ينحرجوش، ما ينحرجش، يبقى كله يستوي زي بعضه. انا كده خلصت السمك، هدخله في الفرن، هحط عليه شوية زيت، معلقتين زيت كبار، وهدخله في الفرن. الفرن شغال من فوق ومن تحت
لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. يلا نعمل مع بعض رز الصيادية. هنا حطيت شوية زيت، هنزل عليهم ببصلتين كبار مفرومين زي ما انتم شايفين كده. جربوا الرز بالطريقة ديت، طعمه حلو وريحته حلوة، جربوه ان شاء الله هيعجبكم. لازم البصلة تتحمر حلو، يعني مش تنحرق خالص، لا تتحمر حلو، ما تنحرقش خالص عشان ما تمررش. زي ما انتم شايفين كده، ده اللون المناسب اللي انا عايزاه. طبعا انا عندي الرز، كمية الرز اللي انا عايزاه هغسله واسيبه يصفى كويس، وهنزل على البصل على طول، مش هحط ميه، لا انا هنزل على البصل على طول، هشوح الرز شوية في البصل، ده بيديله ريحة حلوة وطعم احسن. شايفين هقلب الرز في البصل لمدة 5 دقايق لما احس ان الرز كله سخن. ما تخافوش يا لون البصلة كده بس، صدقوني ما بتمررش ولا حاجة، هي طعمها بيبقى احسن لو لونها فاتح شوية، بيبقى طعمها يعني حلو وكل حاجة، بس بيبقى مش زي كده الصراحة. حطيت هنا معلقة ملح، وهنزل عليه بتركاية بسيطة خالص، نص معلقة كركم، وكمان شوية فلفل اسمر على كمون كده. قلب كويس وانزل عليه بالمية بتغلي. جربوا الرز بالطريقة ديت صراحة تحفة. هنا ما بنزودش الميه خالص، احنا بنخلي الميه مش زي الرز العادي، لا احنا بنخليه ناقص شويه ميه، يعني غير ما بنعمل الرز العادي، لان احنا هنا قلبنا الرز في البصله، وكمان رز مغسول، يعني سيبناه شويه نطلع شويه حلوه يعني. هنا بعد ما حطيت السمك 10 دقايق او ربع ساعه في الفرن خد لون، وهنزل عليه بالتتبيله اللي باقيه، وهسيبه يكمل سواه في الفرن، ونشوف الرز. شايفين الرز شكله عامل ازاي؟ فظيع. جربوا الرز بالطريقه دي هيعجبكم، ريحته تحفه. هنا لسه ما كملش السواء، انا بس حطيت تحته زي ما انتم شايفين كده شوايه او اي حاجه عشان ما يشدش من تحت، ووطي عليه على النار هاديه. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ تحفه. ومفيش حبايه مفلفل، ومفيش حبايه نيه، وما شاء الله هو اكبر تحفه. شايفين شكل السمك؟ الليمون كده مديله طعم حلو، والخل مديله طعم حلو. وعملت جنب الاكله ديت سلطه، وطبعا سمك يعني بصل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.